10 سنين مرات على الأحداث الإرهابية اللي عرفتها مدينة الدار البيضاء. 16 ماي تاريخ بقى محفور في ذاكرة كل مغربي ومغربية. سلسلة من الانفجارات هزت العاصمة الاقتصادية واللي تعتبرات أسوأ هجوم إرهابي وأكثر دموي تعرضت له المملكة. اليوم وبمناسبة الذكرى العاشرة لهذا الحدث الأليم خرجنا للشارع وسولنا المغاربة شنو كيمثل لهم 16 ماي وشنو هي الرواسب اللي بقات عندهم عليه وها شنو قالوا. والحق ضاع ثانية والبريئة 16 ماي تاريخ ما باقي لنا في الذكرى ديالنا من حد السنة فريطة. يعني دابا كيمثل لنا هو الارهاب اللي مس بالبلاد ديالنا من الاشخاص مجهولين. يعني والحمد لله من ديك الوقيته ما كدوز هاد الحادثه وباقي لحد الان كيوصل هاد النهار كنحسوا بشي حاجه في الخاطر ديالنا. انا خشيت اللي قلتي دابا 16 ماي ما عرفتهاش ما كتشكل لي حتى حاجه. حادثه ارهابيه كانت وقعت فهمتي وكان قبل منا وقع في دول اخرى عربيه وداك الشيء. 16 ماي الارهاب كنا واقفين هنا حتى سمعنا بق 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 تحت كنسحبهم بوطات يجي نقلب على لقيناهم ارهابيين. التفرقه ديال الارهابيين من تم باقي كنستهزئوا داك النهار نهار مشؤوم. 16 ماي تذكرني في اليوم ديال الارهاب. الله وقعت الشرف ديال الارهاب في نفط الدار البيضاء وهي اللي تذكرني هي الذكرى ديال هذه اللي تذكرني انايا. وهذا الشيء ما تيتقبلوا العقل وعار عليهم وحشومه عليهم. وهذا الشيء باش يوصلوا بلاد ما يوصل هذه القضيه اللي بزاف حشومه حرام والله الا حرام. لاتونتا سلمي هوتيل فرح. تاريخ 16 ماي ما عندي عليه حتى شي حاجه ما كنت كان 16 ماي ذكرى عندي انايا ذكرى خايبه بزاف على ما وقع هذاك النهار. ذوك الارواح اللي مشات هكاك هباء منثورا على هاد الناس عدم الوعي التام او الانسياق وراء اشياء ليس لها وجود بعد ليس لها وجود الا الخراب. الله يجينا ويجيكم من هذا النهار هذا بحاله. نتمنوا ما يعاودش يتعاود بتاتا لان احنا هذا البلاد امين وعزيز علينا وتربينا فيه وكبرنا فيه وكبروا فيه والدينا وامين جدا جدا. الاستاذ ماي كيفكرني في هذاك ديال التيروريست اللي طرف اوتيل فرح. 16 ماي يعني كيشكل بالنسبه لي كارثه كبيره بزاف كاع. يعني اللي مشى ضحيتها يعني الناس ابرياء وناس اللي ما عندهم يعني لا علاقه حتى بشي حاجه. وهاد الناس اللي داروا هاد الفعل هذه حقيقه يعني حرام. 16 ماي في الحقيقه حادث اللي عمر المغرب ما شاهدوا وما عاشوا. والحمد لله اللي كان نقول اول حادث وغادي يكون اخر حادث لان الى حد ما نقولوا تفاجئنا. وقضيه الارهاب ما كيبغيها لا الله ولا عبده ولا المجتمع بجميع المكونات ديالو. هذه من جهه. ومن جهه واحده اخرى الناس اللي كيبغيو يديروا احداث ويجرعوا الفتن في دوله بحال مستقره والناس الشعب ديالها مرتاح والناس كل واحد دافع العمل ديالو اش بغاو الفتنه. حنا ماشي بلاد ديال الفتنه. كل من تعدى على هذه البلاد الا هو يلقى الجزاء ديالو. الحمد لله كاين الامن كاين الاستقرار. المغاربه مازال ما نساوش هذا النهار اللي هز امن واستقرار الدار البيضاء واللي هز معاه وجدان المغاربه كاملين. اما متمنياتنا لبلادنا فهي الامن السلم والسلام. كرم انسان جرحات روح عميقه ساعه شفنا من التلفازه ومن الاذاعه شهر وين الحل تعال